النهارده بقى الغدا بتاعنا تحفة وخفيف جدًا وسريع جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا إيه اللي معانا دي النهارده؟ معانا النهارده صينية كوسة بالكفتة ما حصلتش، والله العظيم لو عملتيها هتطلب منِّك كتير جدًا، جدًا. بس المهم إن أنتِ تعمليها بنفس الخطوات اللي إحنا هنمشي عليها، وبجد، بجد الطعم ما فيش بعد كده. ومعانا النهارده إيه تاني؟ ومعانا فراخ مشوية من غير فرن، بدون فرن، ومعانا الرز. يلا بسرعة بقى مع بعض عشان نشوف عملنا الجمال ده ازاي. معايا هنا بصلتين متوسطين فرمتهم كويس أوي أوي في الكبة، ومعايا هنا حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة. أنا مطلعاه من الفريزر فكان لسه ايه فيه متلج شوية. بقى بنزله دلوقتي معايا على البصل وبنعمهم كويس جدا مع بعض. وبنيجي بقى هنا بقى للتتبيلة بتاعتنا. نحط هنا الأول معلقة من الملح، معلقة صغيرة، وبعد كده معلقة صغيرة برضو من فلفل أسود، بهارات كفتة اللي هي الجاهزة بتيجي من عند العطار، وربع معلقة صغيرة من كربوناتو أو بيكنج باودر. وبقلب كويس جدا، وبعد كده بنزل بمعلقتين من النشا. النشا دي هتمتص أي سوائل في الكفتة بتاعتي. بقلب كويس جدا جدا، بخلطها كويس وبحطها في قلب التلاجة لمدة ربع ساعة بس. تعالوا بقى للفراخ بتاعتنا اللي احنا بنعملها، يعني مفيش حد دقها من ايدي الا ما هو مش مصدق ان هي اصلا مش مشوية. فبنيجي دلوقتي بجيب بصلاية كبيرة بقطعها، بس بحاول اقطعها ناعم قوي، وبحط عليها ملح وفلفل فقط لا غير، وبقلبها كويس قوي لحد ما تنزل الميه بتاعتها. وبعد كده بحشي الفرخه بتاعتي، بكون غسلاها ومنشفاها كويس قوي من اي ميه فيها زي ما انتم شايفين. انا بوريكم دلوقتي يا جماعه، كتير قوي سالونا على موضوع الفراخ دي، فانا هاجي ان شاء الله في مره وقريب خالص هعملها، بس هعمل بس فراخ بس الطريقه بتاعتي. انا بس حبيت ايه اوريكم طريقه، يعني الطريقه بس بسرعه كده سريعه. بعد ما بحشيها زي ما انتم شايفين بأي بقى عندك خيط، عندك حتة من كيس بلاستيك مثلا تقطعيها وتربطي بيها زي ما انا بعمل براحتك. وبعد كده اول ما الشوربه معايا تغلي، طبعا انا كان عندي شوربه، انت لو انت عندك لسه يعني هتسويها، او عندك ما عندكيش شوربه قبل كده، خلاص بتغلي الميه وبتحطيها على طول. بس بقى دلوقتي تتسلق، وبنيجي بقى ايه للطاجن بتاعنا اللي ما حصلش. انا بحط حته من اللية على شويه زيت، واول ما بتسيح معايا شويه اللية بروح نازله بيه الكوسه بتاعتي، بكون مقطعاها زي ما انتم شايفين كده. وبنزل بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، انا بحب اقطع الثوم زي ما انتم عارفين. وبنزل برضو معايا برشه من الفلفل الاسود، او ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من الملح، او ربع معلقه رشه برضو نعتبر رشه من الملح، او زي ما انتم شايفين. وبفضل بقى اشوح في الكوسه بتاعتي لحد لونها ما يخضر ويبقى تحفه زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه اللون اللي انتم شايفينه ده ما حصلش. انا هنا كنت نزلت كمان بمرق الدجاج واحد بس، مكعب واحد بس مرق الدجاج، والملح اللي انا قلت لكم عليه اهو. وبتفضلي بقى تشوحي لحد ما اللون بتاعها يزهزه ويخضر كده ويبقى تحفه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بقلب كويس جدا طبعا هي بتنزل السوائل بتاعتها كويس قوي. لما تنزل معاك السوائل هيبقى افضل وافضل كده، يبقى كل التوابل دخلت فيها وادتها التيست اللي احنا عايزينه. بعد كده بنزل معايا ببصلتين بكون مقطعهم جوليان او شرايح زي ما انتم شايفين، وبشوح البصله معاها مع الكوسه، كل ده على الناشف اهو. وبعد كده بكون مجهزه عندي عصير طماطم، او زي ما انتم شايفين بتكوني ضرباها في الخلاط، او انت مجهزاها عندك في الفريزر. انا دايما انتوا عارفين ان انا دايما بخزن الطماطم. وبنزل دلوقتي بمعلقتين من الصلصه، وبقلب بقى كويس قوي قوي لحد ايه انا عايزاها تشرب معايا من كل الحاجات دي كلها، عشان الكوسه بتاعتي تتطعم كويس قوي قوي. وبعد كده بغطيها تاخد غلوتين بالعدد، ونروح بقى ايه على الكفته اللذيذه بتاعتنا.
بطلعها ربع ساعة 10 دقايق، بطلعها وبتتشكل معاكي بمنتهى السهولة. بتكوريها بقى براحتك، عايزة تعمليها كور تعمليها صوابع براحتك، بس انا بفضل ليها كور اشيك في الطاجن. بخلص كل كمية الكفتة بتاعتي وبحطها على جنب، وبنزل هنا بقى بالكوسة بتاعتي كلها بايه في الصينية بتاعتي اللي انا مجهزاها، وبساوي الصينية كويس اوي، وباجي بقى من فوق واروح حاطة كل الكوسة اللي احنا شكلناها مع بعض، بحطها على وش الطاجن او على وش الصينية بتاعتي من فوق بنفس الطريقة دي. رصيها بقى زي ما انت ايه عايزة، رصيها كلها من فوق، هي كده كده البخار هيسويها. بعد ما بجهزها بالشكل ده بروح جاية عاملة ايه بقى، بكون مجهزة الفرن ومغطياها بورق ألمونيوم عندي ومدخلاها ربع ساعة نص ساعة بالكتير جدا وتطلعيها. نيجي هنا بقى بسرعة نعمل بقى الرز بتاعنا سريع سريع كده. بحمر الشعرية مع طبعا ما تنسيش رشة الملح عشان توحد لك اللون. وبعد كده بنزل بالرز بتاعي، انا الرز بتاعي بجيبه مغلف مش محتاج غسيل. حلو قوي قوي النوع ضحى جميل جدا، احب اعمل بيه الرز بلبن. الرز بلبن الرز بتاعي دايما بجيب منه على طول. وبنزل بقى بالايه بالميه بتاعتي. طبعا كلنا عارفين القات بتاعنا، انت بتحطي الميه بتاعتك او الشوربه اللي عندك لحد عقله الصباع الاولانيه. شايفين كذا مره احنا عملناه مع بعض كذا مره. اول ما يديني عقله الصباع دي بنزل بكام ورقه من اللورة. ورق اللورة بقدر اشيله بسهوله جدا بعد ما تستوي، بعد ما الرز ما يستوي معايا. وبظبط الملح ومرقه من الدجاج، مكعب واحد من مرقه الدجاج، وبقلب كويس قوي قوي. عندك برضو لو في فلفل اسود برضو اديها ايه رشه فلفل اسود، ما بيغمقش ولا حاجه، بيبقى لذيذ برضو. انا حطيت بس بعد كده والله ما صورتهوش، ما طلعش معايا في الكاميرا. وادي بقى احلى والذ صينيه كوسه هتاكليها بجد. جربيها بالطريقه الجديده دي، طريقه جميله جدا جدا جدا، وبتفرق فعلا في الطعم معاكي. وبرضو بتبقى حاجه جديده برضو قدام ضيوفك او قدام عيلتك. ويا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبك اوعي تنسي رانيا باللايك والاشتراك بالقناه علشان يوصلك كل جديد. نجيب بقى مع بعض بقى الايه الرز بتاعنا. وادي الرز كمان غرفناه مع بعض اهو. ادي الفراخ يا جماعه، انا برضو هعمل لكم برضو حلقه بيها مخصوصه لان كله مش مصدق ان هي مش مشويه. جوزي والله اللي كان بيقلب وانا اللي بصور، انا كنت بصورها بسرعه بسرعه. شايفين اللون عامل ازاي؟ عشان كده مفيش حد دقها عندي وصدق ان هي مش مشويه ابدا. ان شاء الله هنبقى نعمل مع بعض في مره كده فيديو لا هي مخصوص هي، وبرضه هنكون حاشينها ان شاء الله وتبقى محشيه. بجد بجد مفيش اروع ولا ألذ من الطعم ده، واحلى والذ فعلا غدا هتعمليه لعيلتك ولاولادك، والكل هيشكرك عليه وهيطلبيه منك مره واتنين. واللي ما بياكلش الكوسه هياكلها بعد المره دي. جربيها مش هتندمي، بجد بجد هتشكريني عليها والله العظيم. وهستنى رايكم في الكومنتات. ويا رب يكون وايه وما يكونش تقيله عليكم. والف الف شكر حبايب قلبي، وبالهنا والشفا. الف الف شكر، بالهنا والشفا حبيب رانيا. يلا سلام عليكم.